انت بقى دلوع ماما بقى. تاكل ايه يا حبيبي؟ تعشى ايه يا حبيبي؟ شوف يا ماما اخواتي ياكلوا ايه، مش مهم اخواتك عنهم ما كلوا، انت تاكل ايه يا حبيبي؟ بتاع ماما بقى. فربنا عاوز بقى ايه؟ يدخلك فرن. امال هتبقى راجل ازاي؟ ما انت لغايه دلوقتي طينه طريه، انت واخد بالك؟ فلازم تخش فرن. عشان الفرن بتاعك بقى واحده بقى يعني مش عايز يعني، المهم يعني واحده بقى تكسر النفس وتسد النفس. يعني تقول لها هتعمل لنا ايه النهارده؟ تقول ما تقوم انت. بس الاكل بتاع الست مكتوبه في اي اصحاح دي؟ لا، طول عمرنا اتربينا ان الستات هي اللي بتغسل المواعين وهي اللي بتاكل العيال، والراجل هي الست طبيخ، الطبيخ ست يعني. لا لا، ده كان عندكم النهارده، لا، في مدرسه تانية خالص. ده كان عهد قديم يا حبيبي، احنا في العهد الجديد. الاشياء العتيقه قد مضت، كل صار جديدا. انا جايبه لك مرياله. سيبوكم من الضحك. بس اوقات كتيره قوي قوي، ارجعوا بقى للفكره الروحيه، ان انا اساسا رافض الفرن. الفرن ده ممكن يكون مدير بايخ بس هيعلمك ضبط النفس والانفعال. ممكن تكون صديقه وثقت فيها وقالت كل اللي انت قلته لها للناس كلها بس اتعلمتي. احنا بقينا من كتر دلعنا عاوزين ربنا بتاع ديليفري بيطبطب ويدلع وبس، لكن عمرك ما هتبقى آنية للكرامة من غير ما تخش الفرن. فلابد ألا تفقد رجائك، لأنك لو انت طين زي السامرية هيعمل منك كارث. لكن لازم تكون لين وتتعلم في حياتك تقول حاضر. ده انا حتى لو اب اعترافي قال لي حاجه وانا مش مقتنع بيها ما بقولوش حاضر. اقول له حاضر ليه؟ ومش حاسس بيا. ده احنا قفلنا الفرن من بابه. لا يا ولاد، عشان اكون واقعي معاكم وما اخدعكمش، الحياه الروحيه فيها افران، عشان مش هنستوي من غير فرن. فلما ربنا يحب يعمل منك من عجينه نيه تورته، اقبل فكرة الفرن، لأن احنا عند أول باب الفرن ما يتفتح أول واحد بنقلب عليه الفخاري نفسه.